بيبدأ فيلمنا ده في سجن بعيد جدا وسط التلج. بتوصل مجموعة من الحراس ومعاهم عربية مصفحة جواها سجين مربوط بسلاسل كتير. بيدخلوا السجن وسط ذهول من المساجين. بيكون ضخم جدا وشكله غريب. بيوصل لزنزانته وبيلاقي فيها شخصين، إدجن بطل في الملاكمة وبنت اسمها هولجا. بيستغرب السجين وجودها وبيقول أول مرة أشوف بنت في سجن، وبيبدأ يتريق عليها، فبتضربه هولجا وتوقعه على الأرض في لحظة. الحراس بياخدوا إدجن وهولجا لتنفيذ مهمة عقوبتهم زي كل يوم، وبتكون المهمة هي تقطيع التلج من الجبل. إدجن بيقول لهولجا إن في مجلس عفو هيتعمل بكرة ويتمنى ياخدوا عفو المرة دي، لكن هولجا بتقول له ما تتعشمش قوي كده. في اليوم التالي بيروحوا مجلس العفو وبيبدأ إدجن يقول دفاعه. بيحكي للقضاة إنه من سنتين بس كان عضو في فريق لمكافحة الجرائم اسمه عصابة هاربر، وكان بيساعد الشرطة في القبض على المجرمين بالرغم من إن مراته ما كانتش موافقة على شغله ده عشان خطير. وطبعا ده خلى ليه أعداء كتير، وتحديدا مجموعة من السحرة اسمهم السحرة الحمر. في يوم استغلوا خروجه من البيت وقتلوا مراته، وبيلاقي طفلته وبياخدها وبيهرب. بيقرر بعدها إنه مش هيبقى عضو في عصابة هاربر تاني. بيعيش إدجن لوحده مع بنته وبيحاول يربيها، لكن بيلاقي صعوبة كبيرة في الاعتناء بطفل لوحده، لحد ما بيقابل هولجا اللي كانت هربانة من قبيلتها عشان تتجوز الشخص اللي بتحبه. بتحس هولجا بالتعاطف معاه هو وطفلته، وتقرر تقعد معاهم وتعتني بالطفلة. لكن بيلاقي إدجن وهولجا إن كسب الفلوس بالطرق الشرعية صعب جدا وفلوسه قليلة، وعشان كده قرروا يسرقوا. كبرت كيرا وبقت تروح معاهم عمليات السرقة، وفي يوم اديتها هولجا سلسلة سحرية بتخليها تقدر تختفي خالص. وبعد فترة انضم ليهم سايمون اللي كان ساحر مبتدئ وحاوي محتال اسمه فورج، وبقوا يعملوا عمليات سرقة أكبر ويكسبوا أكتر. لكن كان مبدأهم دايما إنهم ما يأذوش حد ويسرقوا من الأغنياء بس. وكانت حياتهم مستقرة لحد اليوم اللي قابلوا فيه ساحرة اسمها سوفينا، اللي طلبت منهم سرقة عصابة هاربر اللي بيحطوا فيه الكنوز اللي بياخدوها من الأشرار. بيرفض إدجن في البداية، لكن فورج بيقنعه إن في لوحة سحرية في القصر اسمها لوحة البعث، عندها القدرة على إعادة إحياء شخص ميت، وبكده يقدر يرجع مراته تاني. بيوافق إدجن وبيبدأ يجهز رحلته، وبيقول لبنته كيرا إنها ما ينفعش تروح معاهم لأنها مهمة خطيرة وهتبقى آخر مهمة، وبعد كده مش هيسرقوا تاني أبدا. بيوصل إدجن للقصر الموجود على جزيرة وسط البحر، ومعاه هولجا وسايمون وفورج والساحرة سوفينا. بيدخلوا قاعة الكنوز وبتاخد الساحرة أداة سحر أحمر، وبيلاقي إدجن لوحة البعث اللي قالوا عليها فورج، وبمجرد ما بياخدها بتطلع إشارة إنذار، وبيوصل حراس للمكان. الحراس بيهاجموهم وبتبدأ الساحرة سوفينا تواجههم، وبعدين عملت تعويذة وقف للزمن حبست فيها إدجن وهولجا وسايمون، وبيقدر فورج يطلع منها. وعلى آخر لحظة بيرمي إدجن لوحة البعث لفورج وبيقول له بنتي أمانة معاك لحد ما أقدر أرجع لها تاني. بنرجع لجلسة العفو اللي بيحكي فيها إدجن حكايته، وبيقول للقضاة إنه أكتر حاجة ندمان عليها إنه ساب بنته، ولو عفو عنه هيحاول يعوضها عن غيابه عنها السنين دي بأي طريقة. في نفس اللحظة بيدخل القاضي الرابع وهو كائن نصه طائر اسمه جرنيثان، وبيمسك فيه إدجن وهولجا بسرعة وبيزقوه من الشباك ويكبروه على الطيران بيهم عشان يهربوا من السجن. وفعلا بينجحوا إنهم يهربوا وسط الجبال. بيمشي إدجن ومعاه هولجا ويسافروا من بلد لبلد لحد ما بيوصلوا أخيرا لقريتهم. بيروح إدجن لبيته ويلاقيه فاضي من فترة كبيرة ومفيش أي أثر لبنته. بيروح إدجن لطمع صغير في القرية وبيبدأوا يسألوا عن فورج، محدش بيكون عارف هو سافر لفين، لحد ما بيلاقي صدفة دعوة عليها صورة فورج اللي بقى لورد في مدينة تانية بعيدة اسمها نفرونتر. وبيقول لهولجا إن هيروح له وهيدور على بنته هناك وهيرجعها بأي طريقة. وبتقول له هولجا إنها عايزة تروح كمان لميرمان زوجها السابق اللي بخلى عنها بعد ما اتسجنت عشان عايزة تواجهه وتعرف ليه سابها. بيوصل فورج وبيرحب بيهم وبيسألهم إزاي خرجوا من السجن، وبيقولوا له إنهم خدوا عفو. ففورج بيقول لهم إنه في فترة سجنهم استغل الفلوس اللي خدوها من آخر عملية سرقة ودخل انتخابات وكسب منصب اللورد، وساعته في المهمة دي الساحرة سوفينا. بيطلب منه إدجن يديله لوحة البعث وياخد كيرا ويمشي، لكن كيرا بتقول له تقصد لوحة الثروة. وبيكتشف إدجن إن فورج فهمها إنه راح في المهمة دي عشان ياخد لوحة تخليه غني وتخلى عنها. وبيقول لها إدجن إن فورج كذاب وكل هدفه كان يرجع مامتها مش أكتر. وبيبدأ فورج يقول لكيرا إن باباها هو اللي كذاب، وأكبر دليل على كذبه إنه قال إنه طلع من السجن بعفو،
لكن الحقيقة إنه هرب هو وهولجا. بتقول له بنته إنها مش هتمشي معاه وما بقتش تثق فيه وتسيبه وتمشي، وبيقوم فورج يؤمر الحراس إنهم يقبضوا على إيدجن وهولجا ويسلموهم للسجن تاني، لكن سوفينا بتطلب من الحارس إنه يقتلهم مش يسلمهم للسجن. بياخدوهم الحراس وبيجهز واحد منهم فاس عشان يقتلهم، وبتبدأ هولجا تماطل معاهم في الكلام لحد ما بتاخد صخرة كبيرة وتضرب الحراس واحد ورا التاني ويهربوا الاتنين بسرعة. بتروح كيرا في قصر فورج اللي بتكون حزينة وبتفكر في كلام باباها. بيدخل عليها فورج وبيحاول يواسيها، وبتقول له إنها زعلانة من باباها وعايزة تتكلم معاه أكتر، لكن بيكذب عليها فورج تاني ويقول لها إنه أخد لوحة الثروة ومشي وسابها هو وهولجا، وإنه ما كانش راجع عشانها في البداية ومفيش حد مهتم بيها غيره. بتصدقوا كيرا وبتفتكر إنهم سابوها ومشيوا فعلا. بنرجع لإيدجن وهولجا اللي قدروا يهربوا من الحراس، لكن مش عارفين إزاي ممكن يوصلوا لكيرا ويفهموها إن فورج كذاب. وبيقترح إيدجن إنهم ممكن يدخلوا خزنة القصر ويسرقوا فلوس من فورج ويشاركوا في مسابقة الألعاب اللي بينظمها فورج ويجيبوا سلاح عشان يواجهوا فورج وجيشه. لكن هولجا بتقول له إن دي مهمة صعبة مش هنقدر عليها لوحدنا، لازم يكون معانا فريق. وأول شخص بيفكروا فيه هو سايمون الساحر المبتدئ اللي كان بيسرق معاهم زمان وقدر يهرب لما اتقبض عليهم من سنتين. يروح إيدجن وهولجا للقرية اللي كان عايش فيها سايمون ويكتشفوا إنه بيستخدم سحره في النصب على الناس، وبيكتشفوا الناس إنه نصاب، فبيحاول يهرب وياخدوا إيدجن وهولجا خارج القرية بسرعة قبل ما الناس يوصلوا له. بيحكوا له اللي حصل معاهم وخطتهم لسرقة فورج، وبيقول لهم إن المهمة دي محتاجة شخص متحول محدش فيهم هيقدر يدخل القصر، وبيقول لهم إنه يعرف واحدة متحولة اسمها دوريك بتقدر تحول شكلها لحيوانات مختلفة. بيروح سايمون ومعاه إيدجن وهولجا البيت دوريك وبيطلبوا منها تساعدهم في مهمتهم. بتحكي لهم دوريك إن أهلها البشريين اتخلوا عنها بسبب قدراتها الغريبة واللي ربوها أقزام الغابة، ودلوقتي فورج بيدمر بيوت الأقزام وبيقتلهم، وقالت أكتر حاجة ممكن تقدمها ليهم إنها تقضي على فورج. بنروح تاني لقصر فورج وبنشوف الساحرة سوفينا اللي بنكتشف إنها واحدة من السحرة الحمر. بتتكلم سوفينا مع شخص خفي وبتقوله إنها زهقت من فورج، لكن بيطلب منها تستنى لما خطتهم تكمل وإن فورج يمكن يكون مزعج بس ساعدهم كتير. بيدخل عليهم فورج وبيقول لها ما ينفعش تظهري قدام الناس بصفتك كواحدة من السحرة الحمر لأن الناس مش بيحبوكم، وبيطلب منها تروح معاه لمقابلة الضيوف اللي جايين للمشاركة في مسابقة الألعاب اللي بينظمها. بيقابلوا 2 من التجار الأغنياء وبيشرح لهم فورج تفاصيل الألعاب وإزاي هيكسبوا منها مقابل إنهم يديله كنوز قصاد مشاركته في الأرباح. وبتتدخل دوريك المكان على شكل دبانة، لكن الساحرة سوفينا بتحس بيها وبتبدأ تطاردها، وتتحول دوريك لأشكال حيوانات مختلفة لحد ما بتقدر أخيراً تهرب منها. بترجع دوريك لباقي المجموعة وبتحكي لهم اللي حصل، وبتقول لهم إن سوفينا دي واحدة من السحرة الحمر، وبتقول لهم إن خزنة فورج عليها تعويذة حماية قوية جداً، لكن سايمون بيقول لهم التعويذة دي ممكن تتفك بحاجة واحدة وهي خوذة سحرية اسمها خوذة الفصل، لكن هو ساحر مبتدئ وممكن ما يعرفش يستخدمها. بيقول له إيدجن إنه واثق في قدراته بس يلاقوها. بتفتكر هولجا إن قبيلتها كانوا عارفين مكان الخوذة لكن كلهم ماتوا. بيقول لها سايمون إنه يعرف تعويذة للكلام مع الأموات وممكن يستخدمها ويسألهم في طريقهم عشان يلاقوا الخوذة. بتعدي هولجا على بيت زوجها السابق مارلين، بتروح له وبتكتشف إنه اتجوز واحدة تانية بعد انفصالهم، وبتعاتبه هولجا وبتقول له إنها تخلت عن عيلتها عشان تكون معاه. بيقول لها مارلين إنه حاول كتير يسعدها لكن دايما كانت حزينة، وبتخرج هولجا من بيته وبتكون غضبانة جدا، وبيحاول إيدجن يواسيها زي ما كانت بتواسيه زمان. بيوصلوا لقبور عيلة هولجا وبيبدأوا يفتحوا قبور الجنود ويسألوهم عن الخوذة، لحد ما يقول لهم واحد منهم إن الخوذة كانت مع قائدهم، وبيفتحوا قبره ويسألوه عن الخوذة، ويقول لهم إنه قبل ما يموت خدها منه واحد من السحرة الحمر اسمه زينك، لكنه ساحر طيب وعشان كده منفي وعايش لوحده بعيد. بيحس إيدجن بإحباط وبيقول لهم هندور على طريقة تانية، مفيش ساحر طيب من السحرة الحمر. لكن دوريك وسايمون وهولجا بيقولوا له إحنا فعلا سمعنا عنه وإنه بيساعد الناس مش زي باقي السحرة عشان كده اتنفى. وبتقول هولجا مفيش قدامنا حل تاني. بيوافق إيدجن إنهم يدوروا على زينك، وبتقول له دوريك إن زينك دلوقتي عضو في عصابة هاربر وأكيد هنلاقيه معاهم. بيوصلوا للقرية اللي عايش فيها زينك ويلاقوه بيساعد الناس فعلا. بيطلبوا منه يديهم الخوذة
لكنه بيرفض لحد ما بيشرحوا له خطتهم وإنهم عايزين الخوذة عشان يقضوا على فرج والساحرة سوفينا اللي بتساعده. لما بيعرف زنك هدفهم بياخدهم لمقره الخاص وبيشرح لهم ماضي سوفينا وإنها كانت شريكة لساحر اسمه دستام اللي عمل كعويذة حولت كل الناس في مدينتهم لأموات، وهو كان طفل وقتها لكن قدر يهرب من التعويذة. وبيقول لهم إن التعويذة دي مش بتشتغل بره حدود مدينتهم، وأكيد بيستغلوا فرج عشان يعيدوا التعويذات تاني في المسابقات اللي بينظمها ويسيطروا على كل العالم، وإنهم لو وقفوا فرج هيدمروا خطة زستام وسوفينا. وبيقول لهم إنه هيديهم الخوذة بشرط إن إدجن يحلف باسم عصابة هاربر إنه هيوزع كل فلوس فورج على الشعب. بيتردد إدجن شوية لكن بيقول القسم وبيطلب من زنك يقول لهم مكان الخوذة. بيحكي لهم زنك إنه بعد ما خد الخوذة دفنها في مكان تحت الأرض في عالم سفلي ومفيش غير مدخل واحد من الغابة، وفي طريقهم بيكون في حد مراقبهم من بعيد. بيوصلوا أخيرا لمدخل العالم السفلي وبيقول لهم زنك إن في ممر لازم يعدوه عليه حماية من الأقزام ولازم يمشوا على تعليماته بالظبط عشان يعدوا كل المشاكل اللي هتقابلهم. وأخيرا بيوصلوا لمكان الخوذة لكن بيتفاجئوا بمجموعة من السحرة الحمر وصلوا وراهم. بيبدأ زنك يحاربهم ويقضي عليهم كلهم لكن بيكتشفوا إنهم أموات أصلا وعشان كده بيرجعوا يقوموا تاني. بيحاولوا يهربوا منهم لكن بيتفاجئوا باتنين كبير اللي بيفضل يطاردهم بين الكهوف والممرات لحد ما بيتحبسوا في مكان مقفول. بيفكر إدجن في خطة بمساعدة هولجا وسايمون ويقدروا يهربوا من الكهف اللي بيطلع موجود تحت قاع البحر. بيعوموا كلهم وبيقدروا بمعجزة يهربوا من المكان ويطلعوا على جزيرة قريبة. بيودعهم زنك وبيقول لهم إن دوره انتهى ودلوقتي بقى دورهم عشان يواجهوا فورج والسحرة الحمر، وبيسيبهم على الجزيرة وبيمشي. بتبدأ هنا مهمة سايمون وهي استخدام الخوذة لأنه الوحيد اللي بيفهم في السحر، لكن عشان يستخدمها لازم يتناغم معاها. بيبدأ سايمون يجرب الخوذة أكتر من مرة لكن بترفضه لأنه مش مستعد. بيشجعه إدجن وبيقول له إنه واثق في قدراته ولازم يحاول تاني. بيحاول سايمون مرة تانية ومفيش فايدة. بيقول له إدجن إنه زهق وهيمشي، ودوريك كمان بتقول له إنها غلطت لما وثقت فيهم وهم مجرد مجموعة من الفشلة. بيقول لها إدجن إن الاستسلام هو الفشل الحقيقي وإنه مش هيبطل يحاول حتى لو سابوه كلهم. بيقرروا يرجعوا ويكملوا مهمة معاه لكن بيقولوا لازم نلاقي خطة بديلة. بيفكر إدجن إنهم ممكن يستخدموا العصاية السحرية اللي مع سايمون اللي بتفتح بوابات بين مكانين، وبيعملوا بوابة جوه خزنة فورج وبيدخلوا منها. وعشان يفتحوا البوابة يستخدموا برواز كبير يدخلوه عن طريق عربة من عربات التجار الأغنياء اللي رايحين مسابقات فورج، وفعلا بينفذوا الخطة وبيحطوا البرواز جوه عربية منهم. بنرجع لفورج اللي بيعلن عن بداية المسابقة وسط ساحة ألعاب كبيرة وبيشرح طريقة كل مسابقة منهم. بيدخل إدجن وفريقه وسط الناس اللي رايحين يشاركوا في الألعاب وبيحاولوا يعدوا من البوابة اللي فتحوها في البرواز، لكن بيكتشفوا إن البرواز وقع على الأرض والبوابة اتقفلت. بيفكر إدجن في خطة بديلة وبيبدأ يعزف على آلته الموسيقية قدام بوابة القصر لحد ما باقي الفريق بيتسلل من ورا الحراس، لكن الحراس بيشوفوهم وبيطردوهم في الممرات وبيتفرقوا كل واحد في مكان مختلف. بتنجح دوريك إنها تدخل الخزنة وسايمون بينجح في التناغم مع الخوذة، لكن بيكتشف إنه دخل معاها غلط هو وهولجا. بيطلب إدجن من كيرا تستخبى وبتستخدم السلسلة السحرية اللي هولجا اديتها ليها زمان وبتخليها تختفي. بتبدأ معركة عنيفة جدا بين إدجن وفريقه وبين سوفينا، وبيحاول كل واحد منهم يستخدم قدراته ضدها لكنها بتكون أقوى منهم بكتير، لحد ما بتدخل كيرا وهي متخفية وتلبسها أسورة بتمنع قدرات السحر ويقدروا أخيرا يتغلبوا عليها. لكن وسط فرحتهم بانتصارهم على سوفينا بيلاقوا هولجا مصابة إصابة خطيرة جدا، وبتودعهم وبتقول لهم إنها مش ندمانة أبدا على تضحيتها وبتموت. بيفكر إدجن في كل اللي عملته هولجا معاه زمان وإزاي ساعدته في تربية بنته وإنها عوضتها عن موت أمها. بيقلع إدجن لوحة البعث وبيفكر يستخدمها عشان يرجع هولجا، ولو استخدمها مش هيعرف يرجع مامتها تاني. بتوافق كيرا